يا ارحم الراحمين مولانا نسعى ورضاك وعلى بابك واقفين يا من يرحمنا سواك يا ارحم الراحمين مولانا نسعى ورضاك وعلى بابك واقفين يا من يرحمنا سواك يا ارحم الراحمين يا مولاي ترحمنا يا مولاي ترحمنا يا مولاي ترحمنا يا مولاي ترحمنا عندك يا مولاي ترحمنا بيشاوي على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء حضره وارتقى إلى ما اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تزله في قبره بما لا طاقة له وحفظنا عليه السلام اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء حضره وارتقى إلى ما عندك اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له العزيز العليم وقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرسول القديم نشف ينبغي لها عدلك القمر والليل سابق النهار واصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون وازواج في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم لا يدعون سلام وامتاز اليوم أيها المسلمون ومن أمر نفسك أبدا تعقلون وما علمنا الشر وما ينبغي له هو إلا ذكر القرآن المبين كان حين ويحق القول على الكافرين أو أنكرنا خلقنا أو لما عملت دينا العاب فابنها ذلكون وجدناها لهم فبها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحاولون إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أوم يرى الإنسان أنا خلقناه من قبل إذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثل ونسي خلقه قال من العظام وهي رميم قل هي التي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الخير فإذا أنتم منه توقنون هو الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شنو نقول لك انتم كتشوفوا تبارك الله هذا الكم الهائل ديال الناس وهي شهاده
في حق السي حميد بن مسعود الله يرحمه، لانه كان صديق ديال الجميع، كان صديق ديال المغرب، رفع الرايه ديال المغرب، اشتغل في العالم تقريبا كامل، واختار مع ذلك انه يدوز البقيه ديال حياته في المغرب من بعد الرجوع ديالو ديك 10 سنين. اشتغل مع مجموعه ديال المخرجين، وكان دائما بقى هذاك المتواضع اللي ما كبرش راسو بانه ناجم وانه ممثل عالمي، بل انه لما اشتغل معايا سواء في جريمه التحقيق ولا في السينما مع محمد اسماعيل في نوليه، كان دائما الرجل المتواضع اللي كيستمع وكيتصنت وكيبغي دائما يستافد. ومن احسن الحوايج اللي كتعجبني فيه هو كاين اللي كيمشي عامين 3 سنين وكيقول لك نسيت العربيه، هو اكثر من 50 عام وظل محافظ على الكنه واللهجه ديالو ديال الرباطيه والمغربيه، وما كيخلطش الفرنساويه والعربيه. فهادو من الحوايج اللي كانوا كيعجبوني فيه، رحمه الله. خلى بزاف السينما المغربيه، وتعازينا الاسره المغربيه كامله والعائله ديالو.